هاد القصة ديال واحد السفينة مهجورة سميتها أورانج ميدان. في الآخر ديال الأربعينيات تقريبا في 1947 كانت واحد السفينة هولندية غادية في المياه القريبة من ماليزيا وإندونيسيا، وفجأة السفن اللي كانت قريبة منها بدات كتسمع رسالة استغاثة. الرسالة كانت كتقول: قاع الطاقم مات، القبطان والضباط كلهم ماتوا، بقيت غير أنا. ومن بعد واحد الصمت قصير جات الكلمة الأخرى اللي خلات كلشي مخلوع، واللي هي: أنا كنموت. واحد السفينة أمريكانية سمعت النداء ومشات باش تنقذهم. فاش وصلوا لقاو السفينة غادية بوحدها وما كاين حتى شي حركة فوق السطح. فاش طلعوا البحارة باش يشوفوا شنو واقع، تصدموا من داكشي اللي شافوا. الطاقم كامل كان ميت، الجثث كانت عينيها محلولة بزاف، والوجه ديالهم فيه واحد الرعب، وكأنهم شافوا شي حاجة خالعاهم قبل ما يموتوا. الأغلبية ديالهم كانت يديهم ممدودة للقدام، بحال كانوا كيحاولوا يدفعوا شي حاجة. البحارة قرروا يجروا السفينة للميناء باش يديروا تشريح الجثث ويعرفوا السبب، ولكن يلاه بداو كيجروا فيها السفينة انفجرت وغرقات في البلاصة، وخدات معاها السر لتحت الماء. كاين اللي كيقول السبب هو الغازات السامة اللي خلاتهم يتخنقوا، وكاين اللي كيمشي بعيد وكيقول باللي السفينة تلاقات مع شي حاجة ماشي بشرية في وسط البحر.